السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. تكونوا تجدوا بأحسن الأحوال. اليوم غنوجد معكم هاد لاطاغ كتجي زوينة بالتفاح ومقاديرها بسيطة تقريبا موجودة في كل بيت. عندي هنا بالمقادير بيضتين، وعندي هنايا ليمونة أو حامضة صغيرة، ربع كاس من ماء الزهر أو الماء الورد اختياري، وعندي ربع كاس من الزيت، وربع كاس من السكر الخشن، وعندي هنا كاس من الزبادي أو الياغورت طبيعي او ممكن يكون بالنكهه الفاني. عندي هنا نكهه التنسيم الفانيليا، وعندي هنا ملعقتين كبيرتين من الزبده الدائبه او السمنه اللي بغيتو. بالنسبه لهنا الماء الزهر ممكن ديروا ماء زهر او ماء ورد. انا عندي هنا الماء الزهر وده اختياري، ولكن كيجي المذاق ديالو في الكيك زوين. عندي هنايا الدقيق تقريبا هنا 2 كيسان، وعندي هنا البيكنج باودر والتنسيم يعني الفانيليا. عندي هنايا بالنسبه للتفاح 3 تفاحات، او الا كان حجم كبير ديروا تكتفيوا بتفاحتين فقط. هنا التفاح كنشدو كنقطعوه هكا كيف ما شفتوا في الفيديو، كنقطعوا قطع صغيره بحال هكا. انا اختياري هذا هو الطريقه اللي جات بالنسبه اليوم الكيك التفاح او تارت التفاح. نقطعو بعد ما قشرنا له القشر ديالو، نقطعو نعصروا عليه هذيك الليمونه او الحامضه او السيترونه، نعصروا عليهم. بالنسبه هذاك الفانيليا اللي كان مع البيكنج باودر كيف ما شفتوا حطيته معاهم، كنسمو به كيجي المذاق ديالو زوين في لاطاغت، مذاقو زوين. هنا نبداو في الخليط. عندي هنايا بيضتين، كندير بيضتين، كندير السكر، وكندير الزيت والزبادي كذلك. المهم كنحطوا المقادير كلها، ماشي المقادير تقريبا كلها، المهم هي الزبادي. وغادي نسمو بالفانيليا يا اما السائله او الاكياس. المهم كنخلطوا هذا الشيء مزيان. من بعد اخر حاجه كنضيفوا له هي الماء الزهر. هنا كنضيفوا التنسيم ديالنا اللي هو الفانيليا. وبالنسبه للزبادي كيف ما قلت لكم، ممكن يكون عندكم زبادي طبيعي او زبادي اللي هو بنكهه الفانيليا. من بعد ما خلطنا كلشي غادي نرجعوا نضيفوا ليهم هذاك ربع الكاس ديال الماء الزهر، ونخلطوا كلشي على في الخلاط، وجوج معالق ديال الزبده كذلك. صافي هادو هما اللي بقاو لينا، كنضربوهم في الخلاط ونرجعوا نضيفوا هنايا في الدقيق اللي هما 2 كيسان ديال الدقيق. بالنسبه للكاس الثاني البنات ديروا غير نص، لان على حسب نوعيه الدقيق. انا هنا درت 2 كيسان لان عارفه الدقيق ديالي كياخذ 2 كيسان. المهم ديروا غير كاس ونص، من بعد شوفوا واش غادي تضيفوا هذاك النص الكاس ولا لا. ومعلقه كبيره من البيكنج باودر كيف ما شفتوا. هنا كنديروا واحد شويه رشه ديال الملح باش يطعم لينا، يعني يجينا طعم ديال الكيك مزيان. كنخلطوا كلشي كيف ما شفتوا، طريقه سهله. كنخلطوا كلشي هكا مزيان. صافي بالنسبه لي انا كيف ما قلت لكم هذوك 2 كيسان، لان عارفه النوعيه ديال الدقيق 2 كيسان يكفي. هنا في الاخر كديروا معلقه صغيره يعني من الخل. هذه اختياريه، ولكن كتعطي يعني الكيك كتخلي طري يعني كيكون زوين. من بعد صافي كنضيفوا هذوك التفاح اللي حنا قطعنا قطعات صغيورين، كنقلبوهم هكايا، وكنكونوا موجدين المول ديالنا. ندهنوه بالزبده، انا دهنته هنا بالزبده فقط. كنفرغ فيه الخليط كامل بحال هكايا، وكنجيبو بالنسبه الكريم اللي هو الكراميل. نسيت ما شاركتوش معكم من الاول. المهم بالنسبه لكم الا كان عندكم موجود في الدار ديروا، كان عندكم هذاك اللي كتشريوه مع الكريم كراميل كيف بحال انا كيبقى ليا هو اللي درت، ما احتاجيش انني نصايب الكراميل من الاول. المهم كان هذا الشيء علاش انا درت ربع كاس ديال السكر، لان غادي ندير الكراميل في الاخر مع الخليط بحال هذا الشكل هكا عشوائي. كيجي واحد المذاق زوين وكيعطي واحد النسمه زوينه. صافي هاد الاثناء كندخلوا الفرن، كيكون مشغل على حسب الطريقه ديال الطهي ديال الكيك. ندخلوه للفرن ونرجعوا نتلاقاو نشوفوا النتيجه كيف ما جات. صراحه كيجي كيك رائع. هنايا خرجته من الفرن كيف ما شفتوا الكيك او التورته كتجي رائعه. انا غادي نحاول نقطع لكم واخا سخونه، نقطع لكم نوريكم كيفاش جات. يعني المذاق ديالها ولا المنظر ديالها بعدا اصلا زوين. نتمنوا تجربوها، واللي وصل حتى لهنايا ما ينساش اللايك والاشتراك ويفعل الجرس باش يوصل كل جديد.
وكيف ما قلت لكم نتمنوا تجربوها، كتجي لذيذه وسهله. شوفوا كيفاش جات، شوفوا الكراميل كيفاش باين. صافي هذا ما كان، نتمنى الفيديو ينال اعجابكم، والى فيديو واحد اخر كنقول لكم السلام عليكم.